هلا حبايبي، كيفكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وعافيه يا رب. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم فينومين بيوتي. مرحبا بالناس الجديده والناس القديمه، البيت بيتكم. المهم حبيت اشارك معاكم الطريقه تاع العسل على الخفيف وعلى السريع. كنتمنى انها تنال الاعجاب تاعكم. كيف ما كتشوفوا هنايا سويت انا مندالين، قطعته هيك شرايح، وليمونه او حامضه. وهون اخذت شاش نظيف طبعا، سويت عليه ملعقه بتاع الشاي، قعقله او الهيل، النجمه، واثنين او ثلاثة بتاع العود بتاع القرنفل. طبعا هون عندي 2 كيلو شكر او سكر، وراح استعمل تقريبا لتر بتاع المي. هادو هما المكونات اللي راح اسوي في العسل. وهون حبايبي سويت 2 كيلو بتاع السكر. طبعا راح اضيف لتر بتاع المي. وهون حبايبي بعد ما ضفت المي بتاعنا، طبعا هسا راح اضيف المكونات. طبعا هون انا راني شايله لهم البزر. ما ننساوش القرفه ديالنا، بصراحه كتعجبني. وهسه حبايبي راح اسويه على النار لغايه ما يستوي العسل بتاعنا. هون فتحت عليه واحد طليله وراح اسكر عليه كمان، وطبعا على نار هاديه راح اخليه. هون حبيبي جبتو غير بس هون راه لسه واحد نص ساعه، راح ازيد عليه وكافي. راح اطفي عليه بعدين. ممكن عرف انا من هاد الحامض كيزيد، او هاي البرتقال المندالين تينشف مزيان. الريحه ما نقول لكمش يا سلام. المهم واحد نص ساعه وخلاص يصير العسل بتاعنا جاهز. وهون حبايبي العسل خلاص، بس راح اطفي عليه. وهذا هو العسل بتاعنا، صار هسه جاهز. طبعا راح اخليه لغايه ما يبرد. طبعا لا هو ثقيل ولا هو خفيف، وصل المرحله اللي اريد فيها العسل. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. خدا معايا تقريبا ساعه و20 دقيقه، وعلى النار هاديه.